زي ما حضراتكم شايفين كده هنعمل مع بعض المعجنات المحشية بالجبنة الفيتا أو الجبنة الدومتي عشان خاطر الأولاد والمدارس وعشان اللانش بوكس بتاعهم. إن شاء الله هنعملها معاكم بالجمال والحلاوة دي زي ما انتم شايفين كده، هشة وطرية وقلبها فاضي. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا إن شاء الله. هنبدأ مع بعض الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطبخ نادر سليمان هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل المعجنات المحشية بالجبنة الفيتا أو الجبنة الدومتي. اول حاجه هنحط شويه ميه ونحط فيها معلقتين سكر كبار زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده هننزل بمعلقه حليب بودر. وده طبعا يا جماعه اختياري برضو، بس ده بيعطي تيست عالي في حبه المعجنات ان شاء الله. معلقه كبيره، وبعد كده نص معلقه كبيره برضو ملح، او معلقه صغيره ملح، ومعاها 10 جرام خميره. وممكن لو حابين الجو برد يزودوا الخميره 5 جرام كمان مفيش مشكله، يبقى 15 جرام. وبعد كده معلقتين خل. طبعا الخل بديل لمحسن الخبز يا جماعه. وبنقلبها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجه التقليبه ديت عشان برضو لو في اي سكر او اي حاجه يدوب طبعا دي كميه ميه بسيطه، هنحتاج لسه ميه تاني طبعا بعد ما نحط الدقيق. وبعد كده هننزل عليها بالدقيق، حوالي من نص كيلو دقيق. هنقلبه برضو واحده واحده كده احنا مع بعض اهو. طبعا هنحتاج ميه تاني، وطبعا نوعيه الدقيق يا جماعه بتختلف زي ما قلنا قبل كده، في دقيق بياخد ميه زياده ودقيق لا. بس هي في المجمل كده هتاخد لها حوالي نص كيلو، ياخد له من 200 ل 250 جرام ميه او 250 مللي ميه. وهنبدا نقلب كده، بنحط الميه واحده واحده عشان برضو العجينه مش عايزينها تبقى ميه في ايدينا برضو. وهنبدا نقلب العجينه زي ما حضراتكم شايفين، وبننزل عليها بالميه واحده واحده لحد ما نوصل للقوام بتاع العجينه اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. طبعا بعد ما قعدنا نعجن العجينه زي ما انتم شايفين كده، بنحط الميه واحده واحده. وفي الاخر طبعا بنحط معلقتين الزيت زي ما احنا عودناكم، المعجنات تحط دايما الزيت في الاخر عشان ينعمها ويفتح المسام بتاعتها، وتبقى سهله كده في ايدينا زي الاسفنجيه كده ان شاء الله. هنبدا نحط معلقتين زيت زي ما انتم شايفين كده في الاخر عشان ننعم بقى العجين. وهنبدا ان احنا برضو ندعك العجين كويس. اهم حاجه يا جماعه نعجن العجين كويس جدا بحيث ان هو يبقى ناعم في ايدينا زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما عجننا العجينه كويس، العجينه ناعمه خالص زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت ما هيش ناشفه ولا هي طريه قوي بتلزق. هنبدا نحطها تخمر. هندهن وشها بس بالزيت كده، أرضي من تحت وفوق كده بالزيت، بحيث ان هي تبقى برضو الزيت بينعم اكتر. وهنبدا نسيبها حوالي من ساعه لحد ما تخمر كويس. اهم حاجه الخميره الاولانيه دي يا جماعه، دي اللي بتظبط العجين. بعد ساعه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الخميره كده، يعني العجينه خمرانه كويس جدا. وده نجاح المعجنات. المعجنات بتتخمر مرتين، اول مره اللي هي ديت، والمره التانيه اللي هي بعد الشغل. هنبدا ان احنا نهبطها زي ما انتم شايفين كده عشان نبدا نقطعها ونبدا نشتغل فيها. هنقطعها طبعا الحجم زي ما انتم عايزين يا جماعه، ممكن يعني تعملوا حجم صغير حجم كبير شويه، ده حاجه بتاعتكم. انا قطعتها حوالي من 50 جرام القطعه كده. هياخدوا معايا نص كيلو، حوالي من 18 قطعه على وزن 50 جرام. هنقطعها ونكورها كور صغيره كده. بعد ما نقطعها يعني زي ما حضراتكم شايفين، قطعناها وكورناها زي ما انتم شايفينها كده. العجينه طبعا عشان خمرانه كويس ماشيه معاها كويس جدا. وبعد كده هنجيب بقى بوله صغيره كده وهنحط فيها نص معلقه حليب يا جماعه، ده بديل البيض. احنا ممكن نحط في العجينه بيضه، بس يعني في ناس بتحب البيض في العجين وناس لا، فانا ما حطيتش المره دي في العجين، بس ممكن نحط بيضه. وبرضه بندهن وش العجين. بعد ما نخلصه بندهنه ممكن ندهنه بالبيض وممكن ندهنه باللبن زي ما انا عامل كده. نص معلقه لبن حليب. وبعد كده هنبدأ نقلبها كويس زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث ميبقاش فيها أي تكتل للحليب. ده طبعا عشان خاطر هندهن بالوش المعجنات بعد ما نفردها. هنبدأ رشة دقيق خفيفة تحت وفوق زي كده، وهنبدأ المعجنات بالشوبق كده نبدأ إن احنا ندورها زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نجيب الحليب، ندهن الحروف بتاعة العجينة بس كده، بحيث إن هي تلزق في بعضها ما تفصلش وهي بتخمر أو بعد ما تخش الفرن. هنستخدم جبنة دومتي أو جبنة فيتا عشان طبعا بتبقى ملحها خفيف، ومش يعني ملحها بيبقى خفيف عشان الأطفال وعشان اللانش بوكس طبعا المدارس الصبح إن شاء الله. وهنبدأ زي ما انتم شايفين كده زي القطايف بالظبط. هنبدأ حوالين الجبنة كده إن احنا نبدأ نثبتها على بعضها، وبعد كده هنحطها في الصاج. وبنسيب مسافة بين يعني القطعة والقطعة، بحيث إن هي لما تخمر ما تبقاش يعني لازقة ببعضها قوي. بنسيب نعمل حساب الخميرة يعني، بنبدأ نفردهم برضه واحدة تانية اهيت. ممكن نفردها بإيدينا يا جماعة من غير شوبق عادي خالص، بس الشوبق يعني بيخليها شكلها كده ايه مستقيمة كده وشكلها حلو. بندهن برضه وشها بالحليب زي ما انتم شايفين كده، والجبنة في النص، وبنبدأ نقفلها. وبنضغط عليها بس من يعني على الداير كده بحيث انها تمسك في بعضها. وبعد كده بنبدأ نرصها في الصاج زي ما حضراتكم شايفينها كده.
بعد ما فردنا العجين كله بتاعنا زي ما حضراتكم شايفينه اهو، العجين ما شاء الله سهل وبسيط. هنبدأ نجيب اللبن بتاعنا او الحليب اللي احنا عملناه بالمية، وهنبدأ ندهن وشها. طبعا ممكن ندهن ببيض يا جماعة على مية برضه مفيش مشاكل، بس طبعا يعني بقى حبينا نغير المرة دي ونعمله بالحليب. الحليب برضه بيحمر لونها وبيخليها شكلها حلو. اهم حاجة طبعا تدهن كويس عشان ما تبقاش مبطعة، تبقى حتة بيضة وحتة لأ. بعد ما دهناه كويس جدًا ممكن نحط على وشها حبة صودا، ممكن نحط على وشها سمسم. أنا فضّلت أحط السمسم، السمسم لمّا بيخش الفرن بياخد طعم تحميصة كده، طعم حلو، وبيعطي طعم حلو للمعجنات. هنبدأ ندخّلها التخميرة على كده يا جماعة، تاخد لها حوالي من ساعة. برضه مهم جدًا إن إحنا نخمّرها كويس. دي بعد التخمير خدت لها ساعة برضه في التخمير، يعني خدت ساعتين، ساعة في الأول في الخميرة الأولانية وساعة في الخميرة التانية. ما شاء الله خمرانة جميلة جدًا وكويسة جدًا. هندخّلها الفرن على درجة حرارة أعلى درجة حرارة من 200 أو 220، تاخد لها حوالي من 8 ل10 دقايق. طبعًا وهي طالعة من الفرن سخنة لسه يا جماعة، بننزل عليها ب3، 4 معالق بمعلقتين زيت على 3، 4 معالق مَيّة، بنقلّبهم في بعض ونبدأ نمشي على وش المعجنات وهي طالعة من الفرن السخنة. ده بيعطي لها اللمعة الجميلة اللي أنتم شايفينها ديّة، وبيخلّي لونها زي ما حضراتكم شايفين طبعًا الصورة بتتكلم عن نفسها. الفرق طبعًا بعد ما خدت المَيّة على الزيت. وبنسيبها 10 دقايق لغاية ما ترُد ببعضها كده. بسم الله ما شاء الله أسفنجية زي ما أنتم شايفينها كده وهشة، وما شاء الله لونها من تحت ومن فوق اللون ولا أروع من كده. طبعًا الحليب عامل شغل جامد جدًا في الشكل. هنبدأ نقطع واحدة ونشوفها من جوّه ونشوف قلبها عامل إزاي من جوّه. طبعًا القلب مفرّغ زي ما حضراتكم شايفين، قلبها مفرّغ وهشة وخمرانة كويس جدًا وطرية، بسم الله ما شاء الله، معجنات ولا أروع من كده. إن شاء الله لو عجبكم الفيديو أهم حاجة ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أحلى معجنات لأحلى أولاد.